السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلاب الصف الخامس الابتدائي وبأولياء الأمور اللي بيحضروا وبيسمعوا المراجعات النهائية لمادة العلوم للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. أهلا بكم في قناة زهرة الدالية 2 لشرح مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني والمراجعات النهائية. المراجعات النهائية لمادة العلوم هنقسمها لمراجعتين نهائيتين. مراجعة نهائية على الوحدة الثالثة، الموارد الطبيعية على سطح الأرض، بالمفهومين، المفهوم الأول والمفهوم الثاني. هنعمل مراجعة شاملة على الوحدة الثالثة، الموارد الطبيعية على سطح الأرض، وده هيكون الجزء الأول من المراجعة النهائية. والمراجعة النهائية الثانية هتكون بإذن الله على الوحدة الرابعة، الأنماط في السماء. يا ريت المراجعات النهائية سنة 5 تتكتب وتتسجل دلوقتي علشان تكون جاهزة لليلة الامتحان، لأن في ليلة الامتحان مفيش حد هيسمع فيديوهات. هتكون انت مرتب المراجعات اللي انا هقولها والأسئلة اللي انا هقولها في كراسة أو في ورقة فلوسكاب، وولي الأمر يسجل الأسئلة دي ويسيب الطالب يجاوب عنها وبعد كده يصحح، والغلط يتعرف للطالب عشان ما يجعش فيه في الامتحان. والأسئلة اللي أنا هكتبها دي هتكون شاملة جميع الأسئلة المهمة اللي بتتكرر في كتاب المدرسة، اللي بتتكرر في التدريبات والامتحانات. ويلا يا سنة 5 بينا نبدأ في المراجعة النهائية. رقم 1، مراجعة الوحدة الثالثة، الموارد الطبيعية على سطح الأرض. بس قبل ما نبدأ، أولياء الأمور اللي بيتابعوني وطلاب الصف الخامس اللي بيتابعوني، يا ريت كل اللي بيسمع المراجعات النهائية يخلي معاه ورقة أو كشكول بيسجل يعني في المراجعات النهائية وقلم، ويسجل معايا لو هم الطلاب اللي بيتابعوني أو أولياء الأمور. يفضل إن يسجلوا الأسئلة بتاعة المراجعة النهائية في الورقة ويسيبوا الطالب يحلها. ويلا يا سنة 5 نبدأ في أسئلة المراجعة النهائية المهمة جدا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السؤال الأول أكمل. قسم العلماء كوكب الأرض إلى نقط أغلفة، إلى 4 أغلفة. إلى 4 أغلفة رئيسية: غلاف جوي، وغلاف حيوي، وغلاف أرضي، وغلاف مائي. جوي وحيوي وأرضي ومائي. 2، استخدم العلماء كلمة غلاف لتسمية كل نظام من أنظمة الأرض، لأن الأرض عبارة عن كرة غير كاملة الاستدارة. لأن الأرض عبارة عن كرة غير كاملة الاستدارة. رقم 3، تغطي المياه ما يقرب من 3/4 كوكب الأرض. 3/4 كوكب الأرض. يعني حوالي 71% من مساحة سطح الأرض. 4، مصادر المياه نقط ونقط ونقط ونقط، يعني أي مصدر للمياه: بحار، محيطات، أنهار، جداول مائية. يبقى نكتب له البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار والجداول المائية والمياه الجوفية. 5، ينقسم الغلاف المائي إلى مياه نقط ومياه نقط، إلى مياه عذبة صالحة للشرب ومياه مالحة غير صالحة للشرب. 6، المياه المالحة مثل نقط ونقط ونقط ونقط. المياه المالحة: البحار والمحيطات والخلجان وبعض البحيرات. عندنا بحيرات مالحة. المياه العذبة مثل نقط، هنقول المياه العذبة كتير زي الأنهار والأمطار والجداول المائية والمياه الجوفية ومعظم البحيرات والبرك والمستنقعات. رقم 8، معظم المياه العذبة توجد على هيئة أنهار جليدية.
رقم 9، يؤثر نقط في جميع الأنظمة على سطح الأرض. يؤثر الإنسان في جميع الأنظمة على سطح الأرض. رقم 10، نوجد مناطق توجد بالقرب من سطح المياه. طالما جالنا بالقرب من سطح المياه تكون ديت مناطق ضحلة. المناطق الضحلة يا سنة 5 هي مناطق توجد بالقرب من سطح المياه. رقم 10، من أمثلة المناطق الضحلة نقط ونقط. هنقول من أمثلة المناطق الضحلة مناطق الشعب المرجانية ومناطق المد والجزر. رقم 12، نوجد مناطق عميقة لدرجة أن ضوء الشمس لا يستطيع الوصول إليها. مناطق عميقة لدرجة أن ضوء الشمس لا يستطيع الوصول إليها. المناطق دي مناطق شديدة العمق. رقم 13، نسبة المياه المالحة نقط في المية بينما المياه العذبة نقط في المية. المياه المالحة يا سنة 5 96.5 بينما المياه العذبة 3.5. رقم 14، يطلق على الغلاف الأرضي الغلاف الصخري بينما الغلاف الجوي بالغلاف الغازي. رقم 15، مناطق واقعة على طول الشاطئ. المناطق اللي بتتلاحظ على طول الشاطئ هي مناطق المد والجزر. يبقى مناطق واقعة على طول الشاطئ هي مناطق المد والجزر. رقم 16، ارتفاع منسوب المياه أثناء المد وانحصار منسوب المياه أثناء الجزر. طيب لو جالي الاثنين ارتفاع منسوب المياه وانحصار منسوب المياه يبقى مناطق المد والجزر. رقم 17، بعض البحيرات مالحة مثل بحيرة البردويل في مصر. يبقى بحيرة البردويل في مصر وبحيرة عسل في جيبوتي. رقم 18، من أمثلة البحيرات العذبة في مصر. من أمثلة البحيرات العذبة اللي بتوجد في مصر بحيرة ناصر. 19، أهم خصائص البحيرات المالحة إن هي بها تركيز عالي من الأملاح وينمو بها أعداد قليلة من النباتات ومالحة جدا بالنسبة للأسماك التي تعيش بها. ومالحة جدا بالنسبة للأسماك. ده غير كده ويعيش بها أنواع مختلفة من البكتيريا. 20، تتواجد الشعب المرجانية في الأنظمة البيئية للمياه المالحة زي البحار والمحيطات والبحيرات المالحة. مناطق المد والجزر في الأنظمة البيئية للمياه المالحة البحار والمحيطات والبحيرات المالحة. تدور مياه المحيطات حول العالم في أنماط تسمى بتيارات المحيط. في ناس بتكتب طيارات بالطاء، هي بالتاء. مناطق في المحيطات غنية بالشعب المرجانية. أكيد اللي بتكون غنية بالشعب المرجانية هي مناطق. بعد كده يا سنة 5 بيقول لك قارن بين مياه البرك والجداول المائية والبحار والمحيطات من حيث نوع المياه وحركة المياه والكائنات التي تتواجد في كل نظام بيئي. المقارنة دي مهمة جدا تتحفظ بالتفصيل لأن طلاب الصف الخامس بيتلخبطوا فيها. البرك نوع المياه مياه عذبة. حركة المياه في البرك راكدة. الكائنات التي توجد في البرك الضفادع والسلمندر وزهرة اللوتس
أنواع من الديدان. الجداول المائية، نوع المياه مياه عذبة. حركة المياه جارية، باردة سريعة التدفق، جارية باردة سريعة التدفق. الكائنات التي توجد في الجداول المائية: أسماك السلمون والسلور. أسماك السلمون والسلور اللي هو الجرموط. البحار والمحيطات، نوع المياه مياه مالحة. حركة المياه في البحار والمحيطات جارية تتحرك على هيئة أمواج. الكائنات في البحار والمحيطات: نجم البحر، عشب البحر، الدولفين، الحيتان. السمك المفلطح سمك موسى. السمك المفلطح اللي هو سمك موسى. المقارنة دي سنة 5 مهمة جدا، وبيتكرر عليها أسئلة اختر وأكمل كتير في الامتحانات وصح وغلط. فأنت لما تثبتهم بالمقارنة هتحل أسئلة اختر وهتحل أسئلة أكمل وهتحل أسئلة صح وغلط. بعد كده في سؤال: ماذا يحدث؟ ماذا يحدث عند انخفاض كمية الأملاح في البحار والمحيطات؟ كمية الأملاح لما بتنخفض في البحار والمحيطات، والبحار والمحيطات فيها شعب مرجانية، فيؤدي ذلك إلى انخفاض أعداد الشعب المرجانية، لأن الشعب المرجانية بتعيش في أنظمة بيئية للمياه المالحة، فلما تنخفض كمية الأملاح الطبيعية تنخفض أعداد الشعب المرجانية، يؤدي ذلك إلى انخفاض أعداد الشعب المرجانية. برأيك ما هي أكبر الأنظمة البيئية؟ البحار والمحيطات، الأنهار، المياه الجوفية. تكتب نسبة كل واحدة، دي 96.5، الأنهار 3.5، المياه الجوفية برضو مياه عذبة 3.5، يبقى أكبر الأنظمة البيئية البحار والمحيطات. علل النباتات من الموارد المتجددة، يعني لا النبات بيتجدد باستمرار، لأنه بيتجدد باستمرار، يعني النبات ده بيتجدد مع زراعة البذور. البذور تنمو مكونا نبات جديد، يبقى النبات بيتجدد باستمرار لأنه يمكن زراعة النباتات من البذور لتنمو مكونا نباتا جديدا. علل الماء من الموارد المتجددة، يعني ليه المية بتتجدد باستمرار؟ بسبب دورة المياه. تمام، يبقى نكتب له بسبب دورة المياه أو إعادة تدوير المياه. لا تتغير الكمية الإجمالية للمياه. الكلام ده صح ولا غلط؟ ممكن يجي بصح وغلط. لا تتغير الكمية الإجمالية للمياه صح، لأن نسبة المية 71%، الكمية الإجمالية مش بتتغير، يعني مش في مرة لقيناها 20%، لا ده ثابتة. حتى لو تغيرت حالته، يعني حالة المية ممكن تبقى من الصورة السائلة للغازية أو من السائلة للصلب عادي، الحالة بتتغير من صورة لصورة أخرى، والكلام ده درسناه في الترم الأول. طيب ليه تتغير الكمية الإجمالية للمياه على سطح الأرض؟ بسبب دورة المياه. طبعا احنا عارفين دورة المياه اللي هي المية هتتبخر، هيطلع منها بخار، هيتجمع في السحب وتسقط على هيئة أمطار، دي بنسميها دورة المياه. يبقى نقول له بسبب دورة المياه أو إعادة تدوير المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري النباتات.
السؤال اللي بعديه سنة 5 بيقول لك ما المقصود بكل من البحيرة، النهر، المحيط أو البحر، المياه الجوفية، المناطق الإحيائية. البحيرة مسطح مائي محب اليابس من جميع الاتجاهات. البحيرة مسطح مائي محب اليابس من جميع الاتجاهات. النهر ماء يتدفق من منطقة عالية الارتفاع إلى منطقة منخفضة الارتفاع. المحيط أو البحر مسطح مائي هائل من الماء المالح. مسطح مائي هائل من الماء المالح. المياه الجوفية هي مياه تسربت من خلال طبقة من الصخور المسامية أو مياه توجد في شقوق ومسام الصخور. المنطقة الإحيائية منطقة كبرى تتميز بتربة ومناخ وكساء خضري وحياة برية. ومن المناطق الأحيائية الصحاري، الغابات، الأراضي الرطبة. يبقى أولا البحيرة هي عبارة عن مسطح مائي محاط باليابس من جميع الاتجاهات. مسطح مائي محاط باليابس من جميع الاتجاهات. النهر ماء يتدفق من منطقة عالية الارتفاع إلى منطقة منخفضة الارتفاع. المحيط أو البحر مسطح مائي هائل من الماء المالح. من الماء المالح. المياه الجوفية هي مياه تقع تحت سطح الأرض، تسربت من خلال طبقة من الصخور المسامية. من خلال طبقة من الصخور المسامية. لها تعريف تاني، هي مياه توجد في شقوق ومسام الصخور الممتدة تحت الأرض. المنطقة الإحيائية هي عبارة عن منطقة كبرى تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية. من أمثلة المناطق الإحيائية الصحاري، الغابات، الأراضي الرطبة. الأراضي الرطبة اللي هي زي البرك والمستنقعات. طبعا دي مية عذبة برضو. يجي في الامتحان ممكن يقول لك صح أو خطأ. تعتبر الصحاري منطقة إحيائية، صح. الغابات منطقة إحيائية، صح. الأراضي الرطبة منطقة إحيائية، صح، لأن في ناس لما بتشوف صحاري بتكتب غلط. السؤال اللي بعديه سنة 5 بيقول لك حدد الغلاف الذي ينتمي إليه كل من الصخور. الصخور غلاف أرضي. البحيرات مائي. الأكسجين جوي. الإنسان حيوي. المعادن أرضي. المحيطات مائي. ثاني أكسيد الكربون جوي. الأسماك حيوي. الجبال أرضي. الأنهار مائي. التربة أرضي. النيتروجين جوي. الحشرات حيوي. النبات حيوي. الرياح جوي. طبعا احنا عارفين يا سنة 5 ان بتحدث تفاعلات بين جميع الأنظمة على سطح الأرض. بين الأربع أغلفة الجوي والحيوي والأرض والمائي لازم تحصل تفاعلات تسبب التوازن بين حياة الكائنات الحية. طيب
إنسان يأكل النبات يوضح هذا تفاعلا بين أغلفة الأرض. وضحهم. الإنسان حيوي، يأكل النبات حيوي مع حيوي، لأن الاتنين كائنات حية. يعيش السمك في المياه ويتغذى على الكائنات الدقيقة به. السمك غلاف حيوي مع الماء اللي هو غلاف مائي. تعتمد الكائنات البحرية على مياه البحر كمأوى لها. كائنات بحرية زي الأسماك ده غلاف حيوي مع مياه البحر، يعني غلاف مائي. هل تتفاعل أنظمة الأرض مع بعضها وما أهمية هذا التفاعل؟ هنكتب له نعم. وأهمية التفاعل ده حدوث عمليتي التجوية والتعرية اللي هم بيغيروا من مظاهر سطح الأرض، يغيران من مظاهر سطح الأرض. طبعا تجوية يعني تكسير الصخور، تعرية يعني نقل الصخور وتحريكها من مكان إلى مكان آخر. غير حدوث عمليتي التجوية والتعرية، تحقيق التوازن بين الكائنات الحية. التوازن بين الكائنات الحية. طالما في تفاعل بين أنظمة الأرض هيحدث توازن بين الكائنات الحية. رقم 3 التأثير في المناخ من خلال سقوط أو تفاعل الأمطار مع أنظمة الأرض. طيب هي الأمطار أول ما بتنزل الأمطار بتتفاعل مع أنظمة الأرض إزاي؟ تعمل على نمو النبات، تآكل وتجريف التربة. لو زادت تتسبب في حدوث الفيضانات، بتأثر في نسبة الرطوبة. وضح كيف يؤثر الماء في الأشياء الغير حية. أشياء غير حية زي الصخور، زي التربة، زي الأرض. طيب إزاي الماء تقدر تأثر على الأشياء الغير حية زي دول؟ أول ما المية تندفع بقوة على الصخور أو التربة أو الأرض بيتكسروا، ودي عملية تجوية، وبيتحركوا من مكان لمكان آخر، دي عملية تعرية. يبقى نقول له بتأثر على الأشياء الغير حية عن طريق عمليتي التجوية اللي هي تكسير الصخور لقطع صغيرة، وعن طريق عملية التعرية نقل الصخور من مكان لآخر. اكتب أهمية المياه على سطح الأرض. طبعا المياه أساس الحياة على سطح الأرض. كتبت كل أهمية المياه: مأوى للأسماك، الشرب، الاستحمام والنظافة، إعداد الطعام، ري النبات وقيام النبات بعملية البناء الضوئي، الحفاظ على درجة حرارة الجسم، نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجسم، طرد السموم، الصناعة، نقل البضائع والسفر، الزراعة وصيد الأسماك، توليد الكهرباء عن طريق السد العالي. طبعا السد العالي هو بناء بيتحكم في تدفق المياه، بيكون جواه مولدات. المولدات دي أول ما بينزل عليها المية تروح تولد من حركة المياه يؤدي إلى توليد الكهرباء. تحتاج جميع الكائنات الحية إلى المياه. يبقى الكائنات الحية غلاف حيوي، إلى المياه غلاف مائي. المياه موطن للطحالب والأسماك. المياه غلاف مائي، والطحالب والأسماك غلاف حيوي. تكوين البحيرات. البحيرات مائي وهتتكون على الأرض، يبقى مائي مع أرضي. النبات يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون. النبات حيوي وغاز ثاني أكسيد الكربون جوي. التربة توفر العناصر الغذائية للنبات. التربة أرضي والنبات حيوي.
وبكده يا سنة 5 نكون خلصنا المفهوم الأول، التفاعلات بين الغلاف الحيوي والمائي، بكل الأسئلة المهمة، وما سبناش أي سؤال في المفهوم غير وإحنا كنا ذاكرينه وكنا جايبينه. تمام. طبعا من الوحدة الثالثة، الموارد الطبيعية على سطح الأرض. لو تعبت وقف الفيديو، عشان فيديوهات المراجعات النهائية طويلة. وقف الفيديو وبنقل المفهوم التاني مثلا في يوم تاني. تمام، لان الفيديو المراجعه النهائيه طويل. ودلوقتي هنبدا مع بعض في المفهوم الثاني. اكمل. دلوقتي يا سنه 5 هنبدا في تلخيص المفهوم الثاني، الماء كاهم الموارد الطبيعيه على سطح الارض. من الوحده الثالثه، الموارد الطبيعيه على سطح الارض. اكمل. 1. المياه الصالحه للشرب هي المياه العذبه، والغير صالحه للشرب هي المياه المالحه. 2. المياه المالحة غير صالحة للشرب لارتفاع تركيز الأملاح بها. 3. يمكننا ترشيد استهلاك المياه عن طريق ترشيد استهلاك المياه، يعني المحافظة على المياه، عن طريق تقليل زمن الاستحمام، وغلق صنبور المياه بعد الاستخدام. الاستخدام. 4. تبدأ نقطة انطلاق تدفق النهر من الجبال، لأن النهر من منطقة عالية الارتفاع إلى منطقة منخفضة الارتفاع، فبيبدأ تدفقه من أعلى الجبل وينتهي أو بيصب في بحر أو محيط أو نهر أكبر منه. طيب 5. تعد نقط ونقط مثالا على أراضي رطبة. الأراضي الرطبة زي البرك والمستنقعات. 6. الأراضي الرطبة هي يعني عايز يقول لك ما المقصود بالأراضي الرطبة؟ هي عبارة عن مناطق يكون فيها منسوب المياه أعلى قليلا من سطح الأرض. أراضي يعني أرض، ورطبة يعني فيها مياه، يبقى نقول له هي عبارة عن مناطق يكون فيها منسوب المياه أعلى قليلا من سطح الأرض. 7. المصب هو مكان التقاء النهر بالبحر أو المحيط. مصب يعني حاجتين بيتصبوا على بعض، نهر مع بحر أو محيط، يبقى المصب هو عبارة عن مكان التقاء النهر بالبحر أو المحيط، يعني مزيج أو خليط من مياه عذبة اللي هي مياه الأنهار مع مياه مالحة اللي هي مياه البحار والمحيطات. رقم 8. يضم قاع نقط جبالا وسهولا. يضم قاع المحيطات جبالا وسهولا. تحيط المحيطات بنقط. المحيطات هتحيط بالقارات. 9. تعد نقط نظاما بيئيا وموطنا لآلاف النباتات والحيوانات. نظام بيئي بيضم كتير من النباتات والحيوانات هو المصب، لأنه عبارة عن مزيج من مياه مالحة مع مياه عذبة. يبقى تعد المصبات أو مصبات الأنهار، نظاما بيئيا وموطنا لآلاف النباتات والحيوانات. 10. يعيش نقط في المية تقريبا من أنواع الحيوانات في المياه العذبة. يعيش 10% تقريبا من الحيوانات في المياه العذبة. من المخاوف الرئيسية المتعلقة بالمياه نقص الجودة وندرة المياه. رقم 12. مستجمعات المياه هي عبارة عن منطقة، ومهم جدا، تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة.
طبعا المنطقة دي بتكون على سطح الأرض، واسمها مستجمعات المياه لأنها بتتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة وتتجه في اتجاه واحد، عشان كل المسطحات المائية متصلة مع بعضها وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة. نحو منطقة مشتركة يعني مستجمعات المياه دي هي عبارة عن منطقة تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة وكلهم بيتجهوا في اتجاه واحد. كل مستجمعات المياه دي يتجهوا كلهم في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة اللي هي مستجمعات المياه. نقط روافد تتدفق إلى أنهار أكبر حجما وتصب في مسطحات أكبر. أول ما نشوف روافد نكتب له الجداول المائية. يبقى أول ما نشوف روافد نكتب له الجداول المائية. الجداول المائية روافد. الجداول المائية روافد بتكون من فوق، وأول ما بتنزل تبقى في أنهار، وبعد كده بتصب في مسطحات كبيرة سواء بحار أو محيطات. رقم 14 فأكمل هطول الأمطار أكثر ما يمكن يؤدي إلى الفيضان، وأقل ما يمكن يؤدي إلى حدوث الجفاف. 15 مساحة من الأرض تتدفق فيها المياه من مصادر متعددة وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة، يبقى ديت اسمها مستجمعات المياه. 16 إذا قلت مياه المنبع فسوف تقل مياه المصب، لأن كل المسطحات المائية متصلة مع بعضها، فلما تقل مياه المنبع تقل مياه المصب، ولما تتلوث مياه المنبع تتلوث مياه المصب. رقم 17 تتأثر المسطحات المائية في اتجاه المصب بما يحدث في المنبع. ليه المسطحات المائية في المصب بتتأثر بما يحدث في المنبع؟ لاتصال المسطحات المائية ببعضها البعض. 18 تساعدنا خريطة نقط لمعرفة كيفية الحصول على مياه صالحة للشرب. ما خدناش غير خريطة واحدة بس اللي هي مستجمعات المياه. 19 عند حدوث تلوث بالقرب من أحد روافد النيل ينتقل هذا التلوث. قلنا لما نشوف روافد نكتب جداول المياه، وجداول المياه هتنزل على الأنهار فالأنهار هتتلوث، وبعد ما الأنهار تتلوث ثم مستجمعات المياه، لأن جميع المسطحات المائية متصلة مع بعضها. رقم 20 من طرق الحفاظ على الموارد الطبيعية الحماية والاستدامة. دول الطريقتين الأساسيين يا سنة 5. طرق الحفاظ على الموارد الطبيعية، حماية الموارد الطبيعية والاستدامة. الحماية والاستدامة في ناس ممكن تكتب وإعادة التدوير وترشيد استهلاك، يعني المحافظة على المياه العذبة. كلها دي من طرق الحفاظ على الموارد الطبيعية: الحماية، الاستدامة، إعادة التدوير، وترشيد استهلاك المياه العذبة. المحميات في مصر محمية رأس محمد في جنوب سيناء، ومحمية وادي الحيتان في الفيوم. تصحيح الضرر الذي يلحق بالبيئة يعرف باستعادة البيئة. انت بتصحح الضرر يعني بتستعيد البيئة، زي الغواصين اللي نزلوا وحشوا قطعة بلاستيك المتراكمة على الشعاب المرجانية. انت كده بتعمل استعادة للموطن أو استعادة للبيئة. تصحيح الضرر معناه استعادة البيئة. يحول المياه الملوثة إلى مياه نظيفة صالحة للشرب. مرشح المياه اللي هو الفلتر. نقط مياه تم استخدامها من قبل مياه الصرف الصحي. من محطات معالجة المياه للصرف الصحي في مصر محطة بحر البقر.
المقصود بالحماية؟ الحماية سنة 5 هي الحد من إمكانية الوصول إلى الموارد أو استخدامها. حماية حرف الحاء فيها، يبقى تبدأ بالحد من إمكانية الوصول إلى الموارد أو استخدامها. الحماية هي الحد من إمكانية الوصول إلى الموارد أو استخدامها. ما المقصود بالاستدامة؟ الاستدامة بتبدأ باستخدام مورد بطريقة لا تؤثر سلبيا على توافره في المستقبل. يبقى حد من إمكانية الوصول إلى الموارد أو استخدامها الحماية. استدامة مورد بطريقة لا تؤثر سلبيا على توافره في المستقبل. ما العوامل المؤثرة على الاستدامة؟ اللي هيأثر على الاستدامة: الزيادة السكانية، التلوث، التوزيع الغير متكافئ للموارد، الإفراط في استهلاك الموارد. ماذا يحدث عند الإفراط في استخدام مياه الآبار؟ تجف مياه الآبار ويؤدي إلى ندرة المياه، يعني نقص المياه. ما النتائج المترتبة على الصيد الجائل للأسماك؟ ندرة الأسماك، يعني قلة الأسماك وقلة فرص الصيد. ما النتائج المترتبة على سوء جودة المياه؟ يعني نقص الجودة بتاع المياه يؤدي إلى انقراض الكائنات الحية مثل الأسماك والبرمائيات، وفقدان حياة الكثير من البشر كل عام. وبكده يا سنة 5 نكون خلصنا المراجعة النهائية على الوحدة الثالثة الموارد الطبيعية على سطح الأرض، وشملنا مراجعة نهائية ومتعددة وجميلة ومهمة جدا على المفهومين. المفهوم الأول في الوحدة الموارد الطبيعية على سطح الأرض، والمفهوم الثاني الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض. استنونا في المراجعة النهائية 2، مراجعة الوحدة الرابعة الأنماط في السماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.